توفر على النصر بهدفين مقابل لا شيء، عاد بالثلاثة في شوط على الجهة اليسار إلى رودريجو، عاد رودريجو سيطر على الكرة بعد صافرة ومخالفة، أعطى ليدين ماتونتي الكرة لعبت لمنطقة الجزاء، لكن إيسوس مع الكرة يلعبها إلى رودريجو في كرة إلى خارج أرضية الملعب، مرت إلى ركلة، اللعبت إلى منطقة الجزاء، الكرة الثابتة اللعبت لصالح الأهلي في الطرف اليسار، هذه خطرة، التسديدة لخارج أرضية الملعب، فاتت الفرصة على محمد شريف من الشجاعة من أمام الريال، العرضية إلى منطقة اليسار إلى فينيسيوس ياخذ كرة يحاول يعدي فيها، المحاولة عند فالفيردي يلعبها عرضية والكرة إلى كروس لتنفيذ الكرة الثابتة الملعوبة إلى داخل المنطقة، شناوي يبعد كرة لكن الأهلي يكسب معها مخالفة، ركلة حرة مباشرة. إلى انطلاقة في صالح النادي الأهلي على اليسار في ملعوبة إلى داخل منطقة الجزاء، الفرصة قائمة براسية مرت إلى خارج أرضية الملعب، الراسية إلى ركلة مرمى، كانت فرصة رائعة للنادي الأهلي. شوف العرضية أمام ثلاثة من المدافعين، عادت الكرة إلى تشواميني، اليمنى ترجع مرة أخرى، محمد هاني يلعبها عرضية، فرصة انطلاقة للريال إلى فينيسيوس وتسديدة لخارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، عدت كرة فينيسيوس إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى في صالح النادي الأهلي. شوف الكرة والتسديدة من فينيسيوس إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة نقاط يبتعد فيها عن المتصدر، الكرة للريال في محاولة رودريجو في فرصة تضيع، رودريجو الكرة مرة أخرى بعد كرة فينيسيوس، مرت الكرة من رودريجو إلى خارج أرضية الملعب، أنشيلوتي يريد الاطمئنان عليها من خلال لقطة الفيديو، يريد أن يعرف لماذا تضيع كل هذه الفرص بالنسبة للريال. هاني بتمريرة، الكرة في منطقة الجزاء، الفرصة الأهلاوية للرد على كرة ريال مدريد، لكن التمريرة من الشحات إلى خارج أرضية الملعب، عدت الكرة، شحات يعدي، يا سلام، يقدر يا شحات عدى الكرة معه في الجهة اليمنى، فينيسيوس أو تمريرة باتجاه رودريجو، الكرة إلى جانب العربي الآخر الهلال الذي تجاوز تاريخ العرب في كأس العالم الأندية، الكرة لريال مدريد سيطر عليها، ثم رودريجو أبعد الكرة لخارج مدريد في كل هجمة أخرى، الكرة إلى فالفيردي الأخطر على الإطلاق، الكرة اللي كانت عند رودريجو في القائم الأيمن، بعد ذلك نجد أن المباراة تبقى بالتعادل السلبي بدون أهداف، هذا لا يلغي أن الفرص كانت حاضرة في شوط المباراة الأول. نعم، استعاد الكرة الأهلي إلى شحات بتسديدة مرة أخرى إلى توني كروس في المكان الخطير، يلعبها ليفان في الخلف، ناتشو المنطلق للأمام والمتقدم، بحث كرة في الجهة اليمنى، يحاول يعدي مع شحات يلعب تمردي، الدفاع في النادي الأهلي ينجح في إبعادها، تعود الكرة للريال، المحاولة هذا لا تخطئ معه أبدا، فينيسيوس يتمكن من تسجيل هدف أول في صالح ريال مدريد، يستغل الخطأ من الدفاع في الأهلي، الريال تغيب عنه الأسماء لكن اسم أكبر من كل الأسماء، ريال مدريد يتمكن من التسجيل، فينيسيوس بعد خطأ من الدفاع، مدريد في الجهة اليسار، الريال مع الكرة يلعب، إذا ما اجتازوا هذه الكرة بسلام، الكرة اللعب عرضها. أيها السيدات والسادة، جاءت صافرة النهاية لأحداث شوط المباراة الأول من حكم المباراة الأورجواني أندريس ماتونتي، معلنا العودة من أمام ريال مدريد. شوط المباراة الثاني، هل أمر هذا الرجل بإجراء تبديلات؟ لكن على الأرجح بأن الرجل الآخر يريد الإبقاء على نفس العناصر ونفس الأسماء لتبدأ في ترجع للكرة مرة أخرى، المحاولة من الطرف الأيمن إلى عرض في وسط الملعب، يلعبها إلى رودريجو، فالفيردي يقضي على ما بقي من أمال للأهلي، يسجل الثاني للريال، رودريجو بعدما ضاعت الكرة عبر تصدي شناوي، المتابعة رائعة من فالفيردي.
فالفيردي، أراح كارلو أنشيلوتي، أراح جماهير الريال. الريال يضع قدما على دور نصف النهائي عبر فالفيردي الذي وضع كرة في الشباك بهدف ثاني مبكر في الشوط الثاني. الأهلي يعود طويلة بالأمام واصلة لتسديد من فينيسيوس لكن إلى خارج أرضية الملعب، بعيدة اليمين إلى الشحات اللي يلعب كرة ساقطة، أرسل كرة طويلة في الأمام، فرصة للأهلي مباشرة بهذه اللقطة باتجاه شواميني يتقدم معها يسدد كرة من بعيد، عدى في انطلق الكرة من منطقة الجزاء، تسلل ركلة جزاء لكنه الحكم غالبا يتجه إلى ركلة ركنية تقريبا. حسم أمر أشار للاعبي ريال مدريد إلى تنفيذها بعد سقوط الشناوي. تمكن الريال من إضافة هدف الثاني عبر فالفيردي الذي يشارك أساسيا في لقاء الليلة. الشناوي الأهلي على طول طويلة في الجهة اليسار، محمد شريف لكنها مبعدة لتعود الأهلي بتسديد. تبديلين، تاو يلعب كرة في اليسار، المحاولة لهدف ثالث، كرة إلى الشحات مع كرة في الجهة اليمنى، عدى الشحات فيها بنالتي، ركلة جزاء. نعم الأهلي يحصل على ركلة جزاء، يريد العودة من هذه الكرة من هذه اللقطة. لا تنسون شديد لتنفيذ ركلة الجزاء. علي معلول نجح في تسجيلها، علي معلول قلص الفارق. انطلاقا للنادي الاهلي، الكره واصله والأهلي المحاوله في الطرف الايمن عرضيه، كانت فرصه العوده لكن برافو، تمكن مجدي فتحي من قطع الطريق على فالفيردي في كرة كان فالفيردي رائع جدا، حاول المرور، مرر كرة إلى مودريتش، عكسها مودريتش ثاني، ما زال عنده فرصة في شوط المباراة الثاني. شحات من قدمت مباراة كبيرة بغض النظر، كرة إلى أقصى اليمين باتجاه تاو، وتاو تاو 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 طالت الكرة على تاو لخارج أرضية إلى قيمة فنية وسوقية يعلو فيها علي معلول عند الركلة الركنية، يلعب كرة في منطقة الجزاء بالراس، والكرة مقطوعة من حارس المرمى لونين، أنقذ مرمى الريال. نعم المنعطف الهام، المنعطف الصعب، الكرة الخطرة انطلق في الأمام، فينيسيوس مع كرة يعدي أكثر من لاعب، سقوط الجزاء، التمريرة في الخلف، التسديدة مقطوعة، كان عنده فرصة لتسجيل هدف. محمود عبد المنعم، هل استحق الريال ركلة جزاء مع هذه الكرة؟ القرار بعد العودة للفار بأنه لتنفيذ الكرة الثابتة. لوكا مودريتش لم تطوى صفحات المباراة، الشناوي يتألق، برافو يا شناوي، يتألق يبعد الكرة للريال. قلت لك بأنهم أفضل من يلعبون الدقائق الأخيرة، قلت لك هم أفضل من يلعبون الثواني الأخيرة. نعم تمكنوا من إضافة الهدف الثالث الآن عبر رودريجو الذي يحصل على فرصته في تسجيل الهدف الثالث الرائع جدا في مرمى الشناوي. نعم هم أفضل من يلعبون كرة القدم في دقائقها الأخيرة. نقلات للجزاء لإبعاد من دفاع الأهلي، الفرصة خطيرة تسدد، الرابع من البديل اللي في أول لمسة، أريباسي سجل الهدف الرابع ليؤكد على أحقية الانتصار، أحقية الوصول إلى المباراة النهائية بالأربعة. الريال ما أروع، ريال